متابعي الماروكة أطلس داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كما العادة كنقول لكم السلام عليكم وتحية رجاوية لجميع الرجاويين. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على أخبار فريق الرجاء البيضاوي، وأيضا غنهضروا على المستجدات ديال المباراة النهائية ديال المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي والتداعيات ديالها بطبيعة الحال. كنتمنى منكم أنكم تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير، دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، ونبدأ على بركة الله. ندوزو الاخبار، غنرجعوا الاخبار ديال المنتخب الوطني. فتاكد رسميا ان غتكون هناك مباراه، اظن. واش هذا الاسبوع الاسبوع الاخر مازال ما اعلنوش على التاريخ بالضبط، لكن المباراه الاولى ديال فريق الرجاء البيضاوي غتكون مع اتحاد توارقه في الملعب البارد. بطبيعه الحال المباراه غتكون بطبيعه الحال بحضور الجماهير في ملعب جميل جدا. ايضا تاكد ان المباراه ديال فريق الرجاء البيضاوي ونهضه بركان أجلت إلى وقت لاحق. مازال ما عطاوش التاريخ بالضبط إمتى غادي تكون المباراة. على العموم كنتمنى من النسور الخضر أنهم يستغلوا هذه المباراة بشكل كبير جدا، خصنا ننتصروا فيها وخصنا نربحوا فيها. وندوزوا الآن نهضروا على أخبار ديال الميركاتو ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللي بطبيعة الحال لحد الآن باش نكونوا واقعيين اللاعب الوحيد اللي قريب أنه يلتحق فريق الرجاء البيضاوي هو الخماسي، لأنه أو الخماسي لأنه كيفاوضوا الآن وكيل الأعمال ديالو. ولكن باش نوصلوا الرسالة للجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي أنه المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي حسب المعطيات اللي توصلنا بها أنه فاوض 6 ديال اللاعبين اللي كينشطوا في المركز ديال ظهير أيسر، ولا واحد وصلوا مع الاتفاق. هنا كيدل إنما يدل على أنه ربما المبلغ المالي اللي حطاه فريق الرجاء البيضاوي باش تنجذب به ما كيوازيش طموحات ديال اللاعبين اللي باغيين يسينوا في الرجاء وباغيين انهم وكيلعبوا ظهير ايسر. فهنا علاش ان فشلت المفاوضات. لو كان راس نقدروا نقولوا القيمه اللي داخلين بها السوق، كان غادي يكون اللاعب حاليا ديال الظهير الايسر راه كيتدرب مع فريق الرجاء البيضاوي. على العموم ربما اداره فريق الرجاء البيضاوي باغا تربح ظهير ايسر بثمن قليل جدا من حقها، ولكن كنتمنوا انه ما نكملوش البطولة الدراري بدون ظهير أيسر. غتكون أكبر جريمة في حق فريق الرجاء البيضاوي أننا نكملوا البطولة بدون ظهير أيسر، أو أننا نشدوا بلال ولد الشيخ ونحطوه كظهير أيسر. غتكون هذه جريمة كروية في حق فريق الرجاء البيضاوي. من جهة أخرى الإخوان، كما أشرنا سابقا، فيكتور أبريكو غادر المملكة المغربية والتحق ببوليفيا بعد المؤشرات الجديدة اللي توصلنا بها أنه غادي يوقع في كشوفات أحد الفرق البوليفية. الآن نقدروا نقولوا أنه الرجاء البيضاوي تهنى من لاعب أجنبي آخر. بقى الآن مشكل ديال موزيس الدراري ما باغيش يمشي. موزيس كان عنده اجتماع مع المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، طالب بأنه ياخذ فرصة ديالو كاملة. كيقول بأنني لدي في جعبتي ما أقدمه للكثير. فالآن يجب على إدارة فريق الرجاء البيضاوي أنها تقلب على حل لهذا المشكل العويص، لأن موزيس الآن لا يريد الرحيل. مؤشرات كتدل على أنه غادي يتم يعني إحاطته، وغادي يخلي أنه يتدرب بشكل انفرادي جدا طيلة نهاية الموسم. ما غادي يشارك في حتى شي مباراة. هذه المعطيات اللي توصلنا بها، ما عرفناش الجديد ديالها. المهم غادي ندوزو الخبر اللي كيخص المنتخب المغربي، وغادي نبداو به. رسميا تأكد إيقاف مدرب المنتخب السنغالي باب تاوي إلى أجل غير مسمى. بذلك غادي يكون مؤشرات كبيرة أنه غادي يكون غائب في مسابقة كأس العالم. قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أو ما يعرف الكاف، إيقاف المدرب الرئيسي للمنتخب السنغالي باب تاواو إلى أجل غير محدد على خلفية تداعيات نهائي كأس إفريقيا للأمم. كما فرضت الكاف على السنغال غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بسبب تعطيل سير المباراة بعد مغادرة اللاعبين أرضية الملعب. إضافة إلى ذلك يواجه أحد أعضاء التقنية المتورطين في اتخاذ هذا القرار. للإشارة هذا العضو راه جزائري باش نكونوا واقعين، وهو صاحب فكرة الانسحاب. هذا العضو جزائري، هو في راه الاسم ديالو تداول بشكل كبير جدا. كيشتغل مع الجامعة السنغالية. جزائري خدا
قرار ديال أنه يحرض المدرب واللاعبين على الانسحاب، فنزلت عليه أيضا بعقوبات إيقاف لا تقل عن 4 مباريات وغرامة مالية لا تقل عن 10,000 دولار على العموم. هادو قرارات سريعين بطبيعة الحال، مازال غادي يجيو قرارات آخرين، من بينهم ممكن أنه يكون إيقاف النشاط الكروي في دولة السنغال بطبيعة الحال لمدة 2 سنين. هاد النشاط الكروي غادي يقدر يشمل حتى الفرق السنغالية من المشاركة في مسابقات إفريقية. ربما السنغال حشرت نفسها في موقف وحرضت وبيعوها العجل بهذا المصطلح هذا، لأنه بعد الرجوع لتقنية الفيديو ورجوع لأطوار المباراة تأكد أن الهدف ديال السنغال الأول كان خطأ، وأيضا تأكد أن ضربة جزاء واضحة، وتأكد أن الهدف الذي تم قبوله أنه كان خطأ لياميق، ما عطاوش الخطأ وتحسب هدف للأسف الشديد. من جهة أخرى شفنا القناة الخامسة ديال السنغال بطبيعة الحال نشرات خريطة المغرب مبتورة. هنا كنظن أننا وصلنا المنعطف اللي خصنا نضربه بيد من الحديد هاد المتطفلين بطبيعة الحال. ربما الآن السياسيين السنغاليين يغردون بخارج السراب ويؤكدون أن علاقات أخوة ومحبة بين المغرب، وأنه كاين علاقة ود واحترام، ما كاين حتى شي علاقة من هذا الشيء هذا. كاين خبث ديالكم، كاين استغلال ديالكم، كاين أنكم كتبيعوا كرامتكم من أجل مصالحكم الشخصية. جاء الوقت لإقبار كل ما هو يهاجم المغرب حتى من الإعلام الجزائري، اللي شفنا أنه شن حملات إعلامية كبيرة منذ بداية تظاهرة ديال كأس إفريقيا، وأيضا منذ سنوات. يعني كنقول لكم أنا منذ 2020 هما كيشنوا حملات، يعني أكثر من 6 سنوات هما كيشنوا حملات إعلامية ضد المغرب. جا الوقت الإخوان باش أننا الدولة ديالنا تنظم الإعلام ودير واحد الحملة ممنهجة لسنوات جدا، 24 سنة لتشويه سمعة الجزائر قاريا عالميا، وأيضا أنها تحرك قضية ديال جمهورية القبائل المحتلة، وأنها تحرض وأنها توقف ند للند مع هاد الكلاب الجزائريين. هاد النظام الدكتاتوري العسكري خاصنا نوقفوه على الحد ديالو، لأن أفضل دائما وأقولها أفضل خطة للدفاع هو الهجوم. راه الانسان ملي كتخلي ضاربو كيحترمك، راه هذا هو الواقع الدراري. راه اما نتعاملوا بحسن النيه، راه الحسن النيه نتعاملها مع الاجانب، مع الناس اللي كيحترموا المغرب. اما الناس اللي ما كيحترموش المغرب خاصك تنزل المستنقع ديالهم وتخلي ضاربوهم مزيان وترجع للمكانه ديالك. هذا هو الواقع الدراري، وهذا هو اللوجيك ديال الحياه. ضرب يد من الحديد كل من سولت له نفسه أنه يتجرأ على المغرب. من جهة أخرى ضربة جزاء لأول مرة في التاريخ ومؤامرة كانت ضد المغرب، ويا أسفاه يا أسفاه الإخوان. ما كاين حتى الطاقم التقني ما قدرش يدير ضغط. شوفوا الحكم دير الشرط فين واقف، خصو على الأقل يوقف في هذا المكان هذا لأنها ضربة جزاء. من جهة أخرى الحارس كان خارج على المركز ديالو، كان خارج على الخط ديال ضربة جزاء، خصها تعاود ضربة جزاء. ولكن ما بقينا فاهمين والو في ضربة الجزاء كيفاش تزقلات بهذه الطريقة. الا قلتوا لي ما خصناش نحملوا المسؤوليه لدياز، انا نحمل المسؤوليه لدياز. ما قادش عليها ما تضربهاش، ما قادش عليها ما تمسهاش. اما الا كنتو دايرين دوك الاتفاقات ديالكم ما عرفتش، لان حاليا دابا كيدوروا بعض الصفحات كيقول لك ان ساديو ماني كان عنده حديث مع ميندا حارس المنتخب السنغالي، وكيقول ليه بقى واقف في الوسط، وشفنا الفيديو. كنظن ان جميع المشاهدين شافوا الفيديو. ما غاديش نسميها انا واش كاين اتفاق ولا ما كاينش اتفاق، ولكن كنتمنى انه ما يكونش، لان الا كان مشكله، الا كانوا بصح متفقين وكذا وحسب الهضره اللي كيقولوا صحاب الصفحات، راه مشكله كبيره. راه ما يمكنش انك تجي تقول ليه وصافي غير رجع وانا غنزقل لك بيلانتي وغير كمل معنا ماتش. داكشي ديال الاحياء، داكشي ديال الهوات. ما حنا راه في بطوله،
راك كتحسب النجمه، راه الوداد نهار ما كملاتش الماتش مع الترجي وانسحبات، راه النجمه مشات نيشان للترجي وما كيسولوهاش هذيك النجمه الرابعه منين جات او الى مباراه او كذا، لا، اربعه النجمات كيبقاو معلقين في القميص ديالهم. اضعنا نجمه ثانيه الاخوان بعد 50 سنه الاخوان. والان شفنا ان حتى وليد الركراكي مازال ما قدمش الاستقاله ديالو، ما عرفناش شنو كيتسنى، لان الان ربما من غير التكتيك الفاشل ديال المدرب والطريقه باش تتعامل بها مع المباراه، فكنظن انه حتى الدول الافريقيه رافعه فيتو في حق المغرب انه ما يديش كاس افريقيا. ما عرفناش علاش جميع الدول الافريقيه لا الصديقه ولا غير الصديقه، والان انا مصطلح الصديقه نحيدو، انا المصالح العمق ديالنا هو عمق مصالحي فقط اقتصادي. حتى دوك الافارقه اللي كاينين الان، ديك الزبل ديال الافارقه اللي كيجيو، دوك الارذل الخلق اللي كيجيو كيريحوا في المغرب، دايرين جرائم في البلدان ديالهم وكيجيو وكيديروا جرائم في المغرب، خصهم يمشيو في حالاتهم. خاص الشطابه الدراري باش نكونوا واقعيين، لان حنا مجتمع عندنا خصوصيات ديالو، وحنا عرق اصيل. راه هادشي اللي ما عندش الجزائر. الا مشيتي درتي تحاليل الوراثه ديال الجزائريين غتلقاه عرق اوروبي عثماني، ما عندهم حتى شي علاقه مع ديك الارض، سوى ناس صوتنوا الاجداد ديالهم الارض وبقاو كيتكاثروا وولدوا هادي وجا الاستعمار ووقع مواقع من الخليط بينهم وبين الفرنسيين. فداك الشيء علاش انك كتشوف ان حتى اللون البشره ديالهم انه مغاير، وهذا شكل طبيعي يعني عادي. هذوك الناس ماشي سكان الاصليين لديك المنطقه، لان هذيك الارض في الاصل كانت ارض مغربيه، وهذا التاريخ والجغرافيا كتقولها. فالان ربما شفنا رئيس الفيفا انفنتينو انه ابلغ بالامس متسبي بان افريقيا بمثل هذه التصرفات ستخسر شريكا كبيرا من قيمه المغرب، والذي يضحي لتطوير كره القدم الافريقيه. صحيح كنا كنستقبلوا مباريات ديال الافارقه وها الجزاء ديالنا، كنا كنستقبلوا المباريات ديال الجزائر مع بوركينا فاسو ها الجزاء ديالنا، كنا كنستقبلوا المباريات ديال المنتخبات لا السينغال ولا اللي ما عندهمش ملاعب في البلدان ديالو وها الجزاء ديالنا. علاش؟ لان الحياه الاخوان اللي غادي يكون جال وعرف راه غيفهم بان الحياه راه ماشي بالعاطفه، ما كتخادش بالعاطفه، وحينما تاخذ الحياه بالعاطفه غتسالي معاك بواحد الامور غير اخلاقيه، لانك دائما انت اللي غتهز العصا. وملي كتكون صارم وكتكون عندك غير ما تظلمش، تكون صارم وكتدافع على الحقوق ديالك، كل الكل نقدر نقول انه يحترمك. خاصة حنا كنشوف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، أنا كنعتبره أنا قدوة لي في الحياة، لأنه صارم. هذاك الشخص ما عندوش مع النفاق، عنده نيشان وكاع الدول كتخاف منه وكتحترمه. هنا خصنا نبنيو السياسة ديال المغرب، نحفظوا على كاع الدول، لأننا حنا أمجاد، حنا تاريخ، حنا المغرب، حنا كنا شادين قارة، نصف قارة إفريقيا كنا شادين حنايا، حنا هما الأمجاد ديال إفريقيا، حنا هما التطور ديال إفريقيا. فغادي ندوزو وغادي نهضروا على نقدروا نقولوا الخرجه ديال العديد من المحللين القانونيين بخصوص انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة ديال النهائي بقرار من مدربهم، وبالعديد من المعطيات قدموا معطيات شافية حول البنود والفقرات القانونية، كما تنص ذلك قانونيا لتنظيم المنافسة، وأكدوا ما يلي. فهذه غادي نقدر نقرا لكم هذا الليتر هذا، علاش؟ لأنه كاين دعوة ديال الجامعة لدى الكاف ولدى الفيفا الآن باش أنها تفتح تحقيق، وأنها ممكن ما تعرف إلا كان شي ثغرة أن المغرب يقدر يستافد من كأس إفريقيا، لأن هاد الناس داو كأس إفريقيا باطل وخصنا نحيدوه اليوم. فأول من حيث القانون ديال اي اف ابي اللي المادة 5 من قوانين لعبة كرة القدم، سلطة الحكم تنص على أن الحكم يملك السلطة الكاملة لإيقاف أو إنهاء المباراة إذا رفض أحد الفريقين مواصلة اللعب، وبمجرد إعلان انسحاب يمكن الحكم ملزما بإنهاء المقابلة فورا. والمادة الثانية من اللوائح التأديبية للفيفا كتنص على المادة أن المادة 31 بطبيعة الحال من مدونة تأديب الفيفا، فيفا ديسكبينيلير كود، على أن الفريق الذي ينسحب
من المباراة أو يرفض مواصلتها يعتبر منهزما فورفيت، مع ترتيب جميع الجزئيات والآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن ذلك. ويشمل ذلك اعتماد نتيجة المباراة لفائدة الفريق الآخر، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على الفريق المنسحب وفق ما تحدده الهيئات المختصة. وبذلك يتأكد بأن قوة القانون يكون كاين حاليا مع المنتخب المغربي. بحسب بعض الاجتهادات ديال بعض رجال القانون كيقولوا بأن الفائز حاليا على الورق هو المنتخب المغربي. نتمنى أن الجامعة تمشي بهذا النهج هذا، لأن السنغال ما داتش اللقب حالا طيب، وحتى الهدف اللي سجلاته كان دفع على الياميق. وللاسف الياميق ما تعاملش بالذكاء وما طاحش، ويكون طاح اننا غنرجعوا الفار وغادي تلغى الهدف، ولكن للاسف الشديد ما تعاملش. ويا اسفاه العقليه ديال اللاعب المغربي خصو يكون خبيث مع هاد اللاعبين الافارقه. هاد اللاعبين الافارقه علاش كتلقى المنتخب المصري خبيث في الافكار ديالو، خبيث في اللعب ديالو، لانه كيعرف افريقيا جيدا. وصراحه اقولها، ما كرهتش اننا نديروا شي طلب باش نضموا الاتحاد الاوروبي في مساله ديال كره القدم، لان الان ممكن هاد لوبسيون هذه تقدر انها يقبلوها الاتحاد الاوروبي، بحكم كنشوفوا ان كاينه مؤامره على المنتخب المغربي انه ما يفوز بكاس افريقيا. كاينه مؤامره وضغوطات من جل الدول الافريقيه على المغرب انه ما يربحش كاس افريقيا، انه ينظم مسابقات وما خصوش يفوز بها وما خصوش ينافس عليها. فالان بعد ما تمت الفيفا مراجعه جميع المباريات ديال المنتخب المغربي، ما كاينش خطا واحد استفاد منه المنتخب المغربي، بالعكس كان المغرب ضحيه ديال التحكيم. والان خص المغرب انه يكون صارم. الى حتى ولو وصلنا لنيفو اننا ندفعوا طلب للاتحاد الاوروبي بالمشاركه كرويا فقط، غير مع الاتحاد الاوروبي مع الفرق الاوروبيه، فهذه احسن قرار يقدر يديره المغرب. علاش؟ لان لا خير في دول افريقيا. دول افريقيا دول العالم الثالث. قالها ترامب، قالها دونالد ترامب ان افريقيا جل دولها من العالم الثالث، ويجب ان نتخذ هذا الكلام على محمل الجد، لان الولايات المتحده الامريكيه تقدر فقط في افريقيا المغرب فقط لا غير. دونالد ترامب يقدر المغرب ويحب الملك محمد السادس نصر الله وأيده. وفي الأخير أقول المغرب جزيرة، وقدرنا أننا جزيرة، ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة. وهذه الكلمة وهذه الجملة اللي بقات خالدة للتاريخ كان قالها عبد الله العروي حين قال إن المغرب جزيرة، لكن المؤلم أننا لا نستوعب هذه الحقيقة إلا بعد كل صدمة. ما حدث في النهائي كأس إفريقيا ليس حادثا عابرا، ولا شقاوة ملاعب، ولا توتر لحظة، بل حلقة جديدة في مسلسل قديم. كلما نجح المغرب انقلب عليه المحيط. القصة لم تبدأ في الرباط، بل كتبت فصولها من القاهرة إلى دكار، وتعاد اليوم بأسلوب نفسه. نجاح مغربي يقابله تشكيك وتنظيم محكم، يقابل باتهامات. صورة بلد يقابل بمحاولة تشويه. وكانت رسالة واضحة: ممنوع أن تنجح وحدك. وهذا إن دل فإنما يدل على الحسد، على الحسد والحقد الدفين عند العرب وعند إفريقيا كلها. هادشي اللي كاين الإخوان، عطيونا الآراء ديالكم. كنشكركم على المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الأخير أقول المغرب جزيرة، وقدرنا أننا جزيرة، ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة. وهذه الكلمة وهذه الجملة اللي بقات خالدة للتاريخ كان قالها عبد الله العروي حين قال إن المغرب جزيرة، لكن المؤلم أننا لا نستوعب هذه الحقيقة إلا بعد كل صدمة. ما حدث في النهائي كأس إفريقيا ليس حادثا عابرا، ولا شقاوة ملاعب، ولا توتر لحظة، بل حلقة جديدة في مسلسل قديم. كلما نجح المغرب انقلب عليه المحيط. القصة لم تبدأ في الرباط، بل كتبت فصولها من القاهرة إلى دكار، وتعاد اليوم بأسلوب نفسه. نجاح مغربي يقابله تشكيك وتنظيم محكم، يقابل باتهامات. صورة بلد يقابل بمحاولة تشويه.
وكانت رسالة واضحة: ممنوع أن تنجح وحدك. وهذا إن دل فإنما يدل على الحسد، على الحسد والحقد الدفين عند العرب وعند إفريقيا كلها. هادشي اللي كاين الإخوان، عطيونا الآراء ديالكم، كنشكركم على المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.